السلام عليكم ورحمة من الله وبركاته. هنتكلم النهارده عن مباريات دور الثمانية من دوري أبطال أوروبا وتوقعاتي لها. يعني ماتشات كده جامدة جدا جدا جدا، ويعني ما فيش زيها يا جدعان، والله ما فيش زيها يعني. ولكن طبعا قبل ما نبتدي عايزين لايك واشتراك في القناة كده، عشان يعني الفيديوهات ما بقاش تجيب مشاهدات. يعني لو بتجيب 100 نزلنا ل 40 كده، يعني ما نعرفش، عايزين بقى نطلع تاني كده، نوصل للميات في المشاهدات. وشكرا جدا على 19 مشاهد. نبدا اول حاجه باول مباراه عندنا النهارده، نابولي وميلان. مباراه صعبه قويه جدا. مباراه يعني بصوا يا جدعان، يعني ملاحظه ان في ثلاث فرق ايطاليه في دور الثمانيه، ثلاث فرق ايطاليه، ده تقدم كبير جدا. الفرق الايطاليه نابولي وميلان وانتر، وضامن ان فريق ايطاليا يبقى في نص النهائي، فده شيء كويس جدا. الفرق الايطاليه ان يبقى في ثلاث فرق ويعني قويه جدا، وفرق توب موجودين في الاماكن دي، وفريق هيبقى موجود في دور نص النهائي، فده شيء كويس جدا للفرق الايطاليه والايطاليا، يعني يبقى في ثلاث فرق منهم. ولكن خلينا نبدا باول مباراه، نابولي وميلان. مباراه قويه جدا. نابولي بالاداء مميز جدا الموسم ده، ونابولي يا سلام، وجفارات سخيليا واوسيمين وماوروي، وعندك ميرت في الجون، وكيم من جاي والماس وزيرنسكي ولوبوتكا، كل دول لاعيبه كويسه جدا، وسباليتي طبعا معاهم. فهم عاملين شكل كويس جدا الموسم ده، اداء كويس ولعب ويعني كل حاجه في الملعب بيعملوها الصراحه، ضغط وهجوم ودفاع بشكل كويس جدا. عندك قدام يعني مسلسل، يعني لعب كويس جدا قدام، انك بتلعب كام جناح ويمين وخط نص، هتلاقي الحته دي كلها شغاله بشكل كويس جدا. الناحيه الثانيه ميلان اداؤه سيء جدا في الدوري، يعني اقول لك انه سيء في الدوري، مش جامد جدا في الدوري، ولكن في دوري الابطال قدر يوصل على حساب توتنهام بهدف واحد، ولكن انك تقدر توصل على حساب توتنهام ده شيء كويس جدا، وشيء يعني يسعد كل جماهير ميلان، انك اساسا ما فيش حد كان يتوقع ان انت تعدي من دور المجموعات اصلا، فانك توصل لدور الثمانيه وقادر ان ممكن توصل دور نص النهائي، ده شيء كويس جدا. ولكن خلينا نشيل مثلا موضوع ان نابولي خلاص هو في النهائي، كله متوقع ان هو يوصل النهائي يلعب ريال مدريد، ولكن خلينا نشيل الموضوع ده على جنب ونتكلم كفنيات. مين اقوى كفنيات دلوقتي؟ نابولي. طب مين اقوى في الدفاع؟ ميلان. ميلان لو دافع مش هيقدر يخلي نابولي تسجل في جوان، ليه؟ عشان نابولي عندها حلول او كل حاجه، ولكن ان اوسيمان هو مصدر الخساره لقدام. لاعيبه خط النص بتاع ميلان اقوى بكتير من خط النص بتاع اقوى شويه يعني من خط النص بتاع نابولي. عندك اسماعيل بن ناصر، عندك في خط النص مين تاني؟ تونالي بيلعب في خط النص برضه، فيعني دول خط النص بتاعهم قوي، في خط النص بتاعهم قوي. عندك برضه هجوم ميلان مش قوي، لو انت بصيت هجوم ميلان مش قوي خالص. رافائيل لياو تعبان، كله تعبان. جيرو بس يعني تقريبا هو اللي شايلهم. عندك مثلا ميسياس كده، كام لعيب بس هو اللي شايل الفريق، باقي وابراهيم دياز برضه يعني شايل الفريق بشكل كويس، فما عندهمش لعيبه كتير قوي في الهجوم. ولكن ميلان في الدفاع برضه مش كويس، دفاعهم مش كويس، ولكن لما بيدافعوا ككتله واحده بتبقى كويسه جدا. ولكن اتوقع المباراه دي نابولي صح، نابولي تقدر تسهل على حساب ميلان. هو ماتش مش سهل خالص على نابولي خالص، مش هيبقى ماتش سهل. ميلان هيدافع وهيعمل ماتش رخم في الماتشين عشان ما يدخلش في جوان، لكن نابولي يقدر يكسب في المباراه الاولى، والمباراه الثانيه هتيجي تعادل. اتوقع فوز نابولي في المباراه دي وتاهلهم لدور النص النهائي. ننتقل للمباراه الثانيه، وهي مباراه ريال مدريد وتشيلسي. مباراه طبعا قويه جدا لريال مدريد. تشيلسي مش حلو خالص في الدوري، ولكن ده انه اتقال على حساب بوسا دورتموند. بوسا دورتموند كان عامل ماتشات حلوه وكل حاجه في الدوري وكل حاجه، ولكن تشيلسي قدر يوصل عليهم، قدر يلعب ماتش حلو جدا، وبدا يرجع سكه الانتصار. تشيلسي بدا تحس ان في انسجام ما بين اللعيبه بدات تشرب تكتيك بتاع اسمه ايه ده، جراهام بوتر. ويا جدعان يعني بشغل التلفزيون، ابراهيموفيتش اكبر هداف في تاريخ الدوري الايطالي، اكبر لعيب سجل جون في الدوري الايطالي، جون في الدوري الايطالي، اكبر لعيب 41 سنه و160 سنه 166 يوم. ولكن كان بقى ماتش ريال تشيلسي زي ما اقول لك، شربوا تكتيك جرام بوتر الصراحه، يعني قدر ان هو يخلق شويه جو، يعني حماس كده في اللعيبه شويه. قدروا ان هم يكسبوا بورسيا دورتموند، قدروا ان هم يكسبوا ليدز في المباراه اللي فاتت. يعني اداء كويس جدا بيقدموه في المباراه الاخيره. ولكن برضه انت ما تقدرش تقول ايه الفرقه دي خلاص بدات تشتغل، لا يعني هتشتغل، لا ما تقدرش تجزم بكده، ما تقدرش. هم عندهم لعب وكل حاجه، لكن ما تقدرش تجزم بالموضوع ده. اللعيبه كلها في يعني ممكن فترات وفترات. كاي هافرتس فترات وفترات تبقى عالي، وفترات تبقى سيء جدا. عندك مودريك اللي جبته 100 مليون، ما عملش اي حاجه لحد دلوقتي، ما قدمش اي حاجه. انزو فرنانديز اللي بدا يشتغل شويه في الماتشات بتاعه الدوري، ماتشات دوري الابطال، قدر ان هو يشتغل شويه. عندك مودريك زي ما بقول لك ما عملش حاجه خالص. عندك لو بصيت برضه في الدفاع،
في الدفاع بادياشيل مش موجود في دوري الابطال، فيعني الدفاع بتاعهم تياجو سيلفا تقريبا هو اللي شايل في دوري الابطال. عندك كيبا في الجون برضه مش الجون مش الحارس العالي قوي، ولكن ممكن برضه يعني تحاول عليهم شويه عشان ريس جيمس رجع، الشيلول رجع، انزو فرنانديز اشتغل، هافرتس اشتغل عندك، فممكن تلاقي شويه جو شغال لعب شويه في الفريق. هنبص على حاجه تانية، نبص على ريال مدريد. ريال مدريد الفريق اللي انت ما تقدرش تتوقعه خالص في الدوري، تقريبا هو خلاص رمى الفوطه في الدوري، قال لك خلاص مش عايز الدوري خليهولك، ولكن هركز جدا في دوري الابطال. فعلا دوري الابطال قدر ان هو يركز وكسب ليفربول 5-2 في الماتش الاولاني، وبعد كده راح كسبهم 1-0 في تاني فين كان في اسبانيا تقريبا، الماتش التاني كان في اسبانيا. فيعني ان ريال مدريد يقدر يكسب الماتش ده شيء كويس جدا. ريال مدريد ان هو قدر يكسب ماتشين، قدر ان هو ما يخسرش في الماتشين بشكل كويس، انه ما يدخلش فيه جوان اساسا في الماتش التاني، ده شيء كويس جدا وشيء يدي امل كويس ان انت لما يبقى قدامك صلاح وقدامك فيرمينو ونونيز وجاكبو وعندك كل اللعيبه وبايشيتش وكل دول ودييجو جوتا وكل دول، وما يدخلش فيه غير جونين في ماتشين، ده شيء كويس جدا. وانك تدخل 6 جوان بس في ماتشين، 6 جوان في ماتشين، ده شيء كويس برضه وشيء كويس جدا جدا. ولكن هتقول لي مين انت تتوقعهم المباراه دي، مع ان تشيلسي الفريق، ولكن كبراء ريال يعني بعظمته وبلعب ريال المميز جدا، فاتوقع ريال مدريد هو اللي هيتاهل لدور النص النهائي للمره اللي مش عارف كام بقى والله العظيم، ويكون في طريقه الى الخامسة عشر. ننتقل للمباراه اللي هي بصوا قبل الاخيره، يعني بايرن ومان سيتي هنخليها للاخر مش هندي فيها كلام كتير، وانتر ميلان هنروح انتر ميلان وبنفيكا. مباراه صعبه جدا على انتر ميلان، مباراه صعبه على انتر ميلان الصراحه. بنفيكا لعب عالمي، بنفيكا ده عالمي، بنفيكا كل حاجه بيعملوها في الكوره الصراحه في الموسم ده. لو بصيت عليهم في الدوري هتلاقي ان هم عاملين ماتشات حلوه جدا، فرقه يعني لعبت تقريبا 24 ماتش ولا 23 ماتش، كسبانه 21، متعادله ماتشين او متعادله 3 ماتشات ما خسرتش، ولا خسرت ماتش واحد كمان ما تفهمش. يعني فرقه قويه جدا جدا جدا، اداء عالمي بيقدموه الصراحه. فرقه بنفيكا لعب ممتاز حتى في دوري الابطال، لعب قدام كلوب وش كسبوهم وكسبوا الماتش، مش كسبوهم وكسبوا الماتش الثاني برضه نتيجه كبيره، ده اداء كويس جدا. وانهم قدروا يتصدروا المجموعه على حساب باريس سان جيرمان، وقدروا ان هم يتصدروا على حساب باريس سان جيرمان اللي فيها ميسي ومبابي وكل ده، ان هم يتصدروا عليهم وما يخسروش منهم، ما خسروش من باريس وتعادلوا معاهم ومش عارف كسبوهم برضه ولا عملوا ايه، وان هم برضه اتاهلوا على حساب يوفنتوس، ده شيء كويس جدا. اتاهلوا دلوقتي حساب انتر ميلان اللي هو بقى كسب بوت، ولكن كسبوا بالعافيه، كسبوا 1-0 في الماتش الاولاني. بقى يعني ما كانش اداء كويس جدا، كسبوا 1-0 بهدف تقريبا كان لوكاكو. لو بصيت على الماتش التاني هتلاقي ان بورتو كان ماتش سيء جدا، وماتش من اسوأ الماتشات اللي انت ممكن تشوفها في حياتك، ولكن ان في اخر بس 6 دقايق كده بورتو قدر يشتغل ويضيع، يجيب كوره في القائم ويضيع، وده يدل على ان بقى ايه، على ان دفاع انتر ميلان هش، دفاع انتر ميلان مش قوي، دفاع انتر ميلان مش عالي قوي. ولكن لو بصيت على انزاجي ان هو عامل منظومه كويسه، فرقه في المركز الثاني في الدوري الايطالي وكانت بتنافس، ولكن يعني نابولي بيحسم البطوله، في المركز الثاني في الدوري، كسبوا كاس السوبر، قدروا ان هم يوصلوا دور الثمانيه في دوري الابطال، ده شيء كويس جدا بيعملوه. يعني ان هم باللعيبه اللي مشيت وان هم يقدروا يعملوا ده، وبلوكاكو اللي مش شغال وبمهاجم زي تزيكو يقدروا يعملوا ده كله، ده شيء كويس جدا. ويعني تاهل عالي جدا لانتر ميلان الصراحه. ما تقوليش لو طاروا شايلهم، لو طاروا مش شغال قوي السنه دي، اللي شغال اتزيكو هو اللي شغال الموسم ده. صراحه اداء انتر ميلان السنه دي مش كويس خالص ولا يبشر باي خير، فاتوقع تاهل بنفيكا لملاقاه نابولي. يعني كده نابولي وبنفيكا في المباراه اللي انا اتوقع صراحه نابولي وبنفيكا هو الماتش هيبقى كده ان شاء الله يعني. وخروج لميلان وخروج لانتر ميلان، خروج قطبي مدينه ميلان، يعني الاثنين هيخرج الاثنين، ايوه. ننتقل بقى لاخر مباراه، وهنلاقي المباراه اللي كله هيتفرج عليها تقريبا، هتلاقي القهوه كلها يعني متقفله، بايرن ومان سيتي. مباراة قوية جدا جدا جدا، مباراة يعني ما فيهاش حاجة. يعني جو كانسيلو كان في مان سيتي، لعب في اول البطولة في دور المجموعات مع مان سيتي، راح دور 16 لعب مع بايرن، لعب دور 8 قدام مان سيتي، يعني حاجة جديدة جدا، اداء عالمي الصراحه. يعني انت لو بصيت اكيد يعني هتقول مين اللي هيكسب المباراه، لو بصيت كده من غير اي حاجه هتقول مين؟ هتقول مان سيتي هيكسبهم بهالاند وكيفن دي بروين وي، ولكن لا، ماتش صعب جدا على مان سيتي الصراحه. مان سيتي دفاعهم مش كويس، دفاعهم مفتوح. بايرن الناحيه الثانيه اقوى حاجه عندهم تقريبا هجوم، انت عندك ماني وعندك لعيبه كتير جدا، نيفز حتى ساعات بيلعب جناح شمال، في كل دول بيلعبوا في حته بتاعت بايرن هجوم، اقوى حاجه عند بايرن هجوم.
واقوى حاجه عند مان سيتي برضه الهجوم، ولكن هل اتوقع ان الماتش يبقى فيه اهداف كتير؟ لا، ما اتوقعش الماتش يبقى فيه اهداف كتير. ماشي. انا على فكره بقول كده عشان بس يبقى فيها اهداف كتير، عشان بقول ما بقاش فيها اهداف كتير بتلاقي اهداف كتير داخله. ماشي. ولكن الصراحه ادائهم عالي جدا. لعب البايرن الصراحه لعب كويس جدا، ان هم قدروا ان هم يخرجوا باريس وما يخلوش باريس يعمل اي حاجه في المباراه، حتى يعني لو نفس، حتى مع ان بايرن وحش، باريس وحش ولكن ما قدروش انهم حتى يخلوهم يتنفسوا. مان سيتي اتاهل على حساب مش فاكر مين الصح، على حساب مين والله ما فاكر، على حساب لايبزيج. ولكن في المباراه الاولى حسيت ان مان سيتي ما كانش بيلعب كويس، ولكن ده يعني ممكن تقول ان جوارديولا كان بيسحبهم، وهو طلع قال ان انا كنت بسحبهم، كنت بعمل كده عشان الماتش التاني انزل وانفجر فيهم، ما تعبش اللعيبه في الماتش الاولاني يعني. ماشي، مقدر ده كله، ولكن لا، انا مقدر كل الكلام ده، ولكن لا يعني بايرن برضه قوي جدا. مان سيتي في المباراه الثانيه 6-1، ولا انت قدام لايبزيج، الفريق اللي انت ما تقدرش تقول ان هو فريق جامد جدا، فريق تعبان الموسم ده. فلا يعني مان سيتي صح تأهل ولكن ما كانش في التأهل الفرق جامد جدا يعني. لو بصيت الناحية التانية بايرن في الدوري قدر ان هم يرجع ويبقى متصدر الدوري، قدر ان هو يعمل ماتشات كويسة جدا. فيعني توقعي هو تأهل بايرن للدور الثمانية، دور نص نهائي اسف. بايرن كل لاعب، كل يعني حته فيهم، كل مركز فيهم عنده حاجه، عنده اداء كويس جدا. سوما حتى يعني اللي انا مخليني برضه متاكد ان سوما في الحراسه يقدر يقف قدام هالاند، مع ان مفيش حد بيقدر يقف قدام هالاند ده، ولكن يقدر ان هو يتصدى لهجمات كتير لهالاند. هالاند حتى يعني لعب في الدوري ده قبل كده. اللعيبه ممكن تكون حافظاه شويه، لعيبه بايرن ممكن تكون حافظاه زي مثلا دي ليخت. عندك مع ان دي ليخت لسه واصل السنه دي، عندك واحد زي مين، عندهم يعني لعيبه يقدروا يمسكوا هالاند السنه دي. عندك كيفن دي بروين يعني في خط النص قدامه لعيب زي كيميتش مثلا يلعب قدامه، فلا ماتش صعب جدا. ولكن توقعي هو تاهل بايرن لدور نص النهائي، عشان صراحه بايرن بخبرته ولعبه في البطوله دي يقدر ان هو يتاهل على حساب مان سيتي اللي هو ما عندوش خبره خالص الموسم ده. فلا توقعي سيذهب الى بطاقه التاهل، ستذهب الى بايرن ميونخ، ويكون مباراه نص نهائي هذه على حسب توقعي نابولي امام بنفيكا، وريال مدريد امام بايرن ميونخ، لنشهد مباراه يتاهل فيها ريال مدريد كالعاده. في النهايه لا يسعني الا اشكر حضراتكم على حسن المتابعه، حسن الاستماع. في النهايه نتمنى ان تضغط لايك واشتراك في القناه، وسلام.